ومن سألكم بالله فأعطوه ولو كذبا. ولو كذبا. ولو كذب، ولو سألني وهو غير محتاج، لأنك لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. لا تخطئ في العطاء يقول لك ده بيحوش الفلوس، ده بيعمل، ده لأن أخطئ في العطاء خير من أن أصيب في المال. ليه؟ لأنه من الجائز إن دي مش مشكلة، لأنه ابن سبيل وغني في بلاده، إنما ضاعت منه كل شيء وهو في الطريق. نعم. يبقى ما تردوش ما دام سألك بالله. ولذلك لما بعض الصوفية جاء له رجل وقال إنني رأيت رسول الله يأمرني أن آتيك لتعطيني كذا، فضحك وقال يا هذا أرسول الله يأتي للآخذ أم للمعطي؟ كان يجينا يقول لي بأدي الله الله، لكن وقد سألتني برسول الله ولو كذبا فسأقضي حاجتك. الله الله.